وبعد ما شرحنا بقى يعني ايه price elasticity of demand والعلاقة ما بين السعر وحجم الطلب أو شراء المنتج، وقلنا إن العلاقة ما بين السعر والطلب أو الشراء علاقة عكسية. كلما زاد السعر كلما قل الطلب على المنتج، كلما قل السعر كلما زاد الطلب على المنتج. لكن to what extent، لأي مدى ممكن يزيد السعر بكمية كبيرة قوي ويقل الطلب بكمية أقل، وده بيسموها inelastic demand. ممكن يزيد السعر بكمية كبيرة ويقل الطلب بكمية كبيرة برضو قوي، ده بيسموه elastic demand. طب ايه العوامل اللي بتتحكم في البرايس elasticity of demand؟ ليه بعض البرودكتس بيبقى الطلب عليها elastic وبعض البرودكتس بتبقى inelastic؟ على اي اساس؟ في فاكتورز مختلفة هنتكلم عنها ونشرحها. ايه الفاكتورز اللي بتحدد البرايس elasticity of demand بتاعت اي برودكت؟ يعني بمعنى ابسط، ليه بعض البرودكتس لو زاد السعر زيادة طفيفة الطلب يقل بشكل كبير؟ ليه بعض البرودكت لو زاد السعر زيادة طفيفة الطلب يقل بنسبة قليلة قوي ولا كأن حاجة حصلت؟ فاكتورز مختلفة. ال availability of substitutes، وجود بدائل. هل السلعة أو المنتج ده luxurious، يعني كماليات أو رفاهيات، ولا ضروري؟ التمن بتاع السعر أو السعر بتاع السلعة ده بيمثل قد إيه من بادجت الشخص؟ هل هو غالي رخيص بيدفع فيه كتير، ولا حاجة لا تذكر من بادجته أو من ميزانيته؟ الوقت اللي حصل فيه زيادة السعر ده لمدة قد إيه؟ هل على طول ولا لأ؟ أو المدة الطويلة بتأثر في الإلاستيستي زي ما هنعرف. التغير في السعر ده مؤقت ولا دائم؟ والسعر نفسه اتغير بمقدار قد إيه؟ كل دي فاكتورز بتحدد إذا كان المنتج ده ال price elasticity of demand بتاعه elastic ولا inelastic. أول فاكتور بيحدد الالاستيستي بتاعت أي برودكت هي مدى توافر بدائل للمنتج ده، اللي هو availability of substitutes. كل ما كان في بدائل متوفرة أكتر كل ما كان الالاستيستي أكتر. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كل ما كان في بدائل أقدر أستعملها بدل المنتج اللي سعره غالي ده كلما كان الطلب على المنتج اللي غالي ده هيقل بنسبة كبيرة، يبقى elastic demand. زي إيه؟ زي السجاير مثلا. نفترض إن سعر نوع معين من السجاير غالي بشكل كبير جدا. طب ما أنا عندي سجاير كتير جدا، هيقل الطلب ويقل حجم الشراء على المنتج اللي غالي لوحده ده، وهيتجه الناس للمنتجات اللي أسعارها أرخص، فيبقى هنا حجم الطلب هيقل بنسبة كبيرة. يبقى ده إيه؟ elastic demand. المشروبات الغازية، لو افترضنا إن نوع معين من المشروبات غالي جدا، طب ما في مشروبات مختلفة كتير، طب ما أشتري نوع تاني، يبقى الطلب هيقل بشكل كبير على المنتج اللي سعره غالي وهستعمل منتجات تانية سعرها أرخص. يبقى ده elastic demand. يبقى كل ما كان في بدائل للسلعة اللي غليت كل ما كان الالاستيستي بتاعة الديماند زادت. الفاكتور التاني اللي بيأثر على الالاستيستي وبيحدد المنتج ده elastic ولا لأ هو الديجري اوف necessity أو luxury. السلعة دي سلعة أساسية ولا سلعة رفاهية؟ يعني هل هو سكر وزيت وصابون مثلا، ولا هو حقيبة جلدية ماركة 7K مثلا، ولا برفيوم كوكو شانيل؟ في اختلاف كبير قوي بين النوعين دول من السلع. لو هو حاجة أساسية بيبقى الديماند ان elastic، البرايس اند ديماند ان elastic. ليه؟ لأن كلما زاد السعر السلعة الأساسية كلما قل الطلب بنسبة بسيطة، لأنها أساسية كده كده هشتريه.
يبقى مش هيبقى فيه elastic demand، مش هيبقى الطلب هيقل قوي. ليه؟ لأنه سلعة أساسية. إنما لو افترضنا مثلا إن حقيبة جلدية ماركة 7K جلد طبيعي مثلا، دي سلعة رفاهية. طيب لو السعر زاد بتاعها هيقل الطلب جدا لأنها غليت، هتبقى غالية، فبالتالي هيقل الطلب بنسبة كبيرة لأنها سلعة غير أساسية ممكن الاستغناء عنها. برفيوم غالي جدا، كوكو شانيل أو غيره مثلا، غلي بشكل كبير جدا وسعره زاد بشكل كبير جدا، هنا الطلب هيقل برضو بشكل كبير. ليه؟ لأنها حاجة رفاهية مش أساسية. يبقى درجة الأساسية أو المنتج ده أساسي ولا منتج رفاهية، سلعة رفاهية ولا سلعة أساسية، بتحدد بشكل كبير جدا ال price elasticity of demand. من ضمن برضو العوامل اللي بتحدد المنتج أو الخدمة دي الالاستيستي، برايس elasticity of demand بتاعها، هل هي elastic demand ولا in elastic demand. budget اللي بيدفع او الكوست، البرايس اللي بيدفع مقارنة بميزانية الشخص اللي بيشتري. يعني فرضا انت جاي تشتري جهاز بلاي ستيشن غالي، بلاي ستيشن 5 سعره ممكن يوصل لحوالي اكتر من 30 الف جنيه او اكتر. رايح تشتري ايفون احدث موديل 14 ولا 15، يبقى غالي. طيب يبقى بكام ده؟ هيبقى حوالي 40 ألف جنيه أو أكتر. طيب دي نسبة كبيرة جدا، بادجت كبير، ميزانية كبيرة. افرض غالي عن كده، سعره غالي جدا، كل ما يغلى سعره كل ما هيبقى elastic demand، هيقل الطلب عليه جدا، لان شرايح كتيرة من الكاستمرز اللي كانت بتشتري الحاجات دي اصبحت غير قادرة على شرائها لان سعرها غالي جدا. فكلما زاد سعر المنتجات دي اللي هي غالية اصلا، كلما قل الطلب عليها بنسبة كبيرة، واصبح الديماند بتاعها elastic demand، لان هنا سلع بتحتوي او بتستهلك نسبة كبيرة من بادجت الشخص اللي بيشتري. هو مش رايح يشتري حاجة ب10 ولا 20 جنيه، ده رايح يشتري حاجة ب30 40 ألف جنيه. وبالتالي لو هي زاد سعرها كمان، هي كانت ب20 ألف مثلا بقى 30 ألف، لا ناس كتيرة قوي خرجت من الشريحة المستهدفة للبرودكتس دي، وبالتالي الطلب هيقل عليها وحجم شراء المنتج هيقل بشكل كبير، وهيتحول إلى إيه؟ إلى elastic demand. فاكتور برضو من أهم الفاكتورز اللي بتأثر في البرايس elasticity of demand هي التايم بيريود أو المدة الزمنية. تتاخد في الاعتبار ليه؟ الالاستيستي أو تأثر الديماند أو الطلب على المنتج بزيادة السعر بتبقى ليها علاقة برضو بالفترة الزمنية أو بالوقت. كل ما الوقت طول كل ده بيغير من استهلاك أو من الباترن أو بنمط استهلاك المستهلكين المختلفين. يعني مش لازم إن السعر زاد النهاردة الطلب أو الديماند هيقل النهاردة، لا، هو ممكن يزيد ولكن يفضل سعره بيزيد باستمرار، يفضل الطلب يقل بمدة زمنية طويلة لحد ما الناس فجأة تعزف أو تزهد في هذا المنتج، ولكن مع مرور فترة زمنية أطول. زي اللي حصل مثلا في زيادة أسعار الغاز أو زيادة أسعار البترول في السبعينات بعد حرب أكتوبر 73. هنا الريسبونس لزيادة أسعار البترول دي كانت يعني مش باينة قوي في خلال فترة زيادة السعر. طبعا احنا عارفين أثناء حرب أو في السبعينات حصل زيادة في أسعار البترول نتيجة لظروف الحرب في الشرق الأوسط، وبالتالي التأثير زيادة السعر أسعار المحروقات ده في الولايات المتحدة ما ظهرش في وقتها، يعني ما حصلش إلاستيك ديماند في وقتها. امال حصل ايه؟ الوقت عدى، الناس ابتدت تفطن او تاخد بالها ان البترول ممكن يغلى بشكل كبير، وبالتالي ابتدوا يدوروا على مصادر طاقة مختلفة ويعتمدوا على حاجات غير البترول زي مثلا الغاز الطبيعي او غيرها. وبالتالي ابتدى الديماند يبقى الاستيك ويقل بشكل كبير على مدة زمنية
طويلة مش at once. يبقى ما تعتمدش مش بالضرورة ان الالاستيستي تحصل في ساعتها، ان السعر غلي فجأة فالديماند قل فجأة، لا خالص. السعر ممكن يغلى والديماند هيبقى الاستيك وهيقل بشكل كبير، وحجم الطلب على المنتج هيقل قوي، بس على فترة زمنية طويلة. هياخد وقت على ما الناس تغير البيهيفير او سلوكياتها الشرائية، وتبتدي تعزف او تمتنع عن شراء المنتج ده بكمية كبيرة وتدور على منتجات اخرى. من العوامل برضو المهمة اللي بتأثر في موضوع البرايس elasticity and demand، هل التغير في السعر ده دائم ولا مؤقت؟ يعني لو one day sale السعر نزل بشكل كبير، هينتج different response او تغير في الديماند، غير لو السعر نزل بشكل دائم. يعني لو يوم سيل كده الديماند هيزيد شوية وخلاص، انما لو السعر نزل بشكل كبير الديماند هيزيد بشكل اكبر، وبالتالي الالاستيستي هتزيد. يبقى البيرمننت برايس تشينج غير التمبروري او المؤقت. زيادة السعر او تغير السعر الشكل دائم ينتج عنه نوع من الديماند، تغير السعر بشكل مؤقت ينتج عنه برضو نوع من الديماند مختلف. يعني تغير السعر بشكل مؤقت الديماند هيزيد شوية صغيرين، تغير السعر بشكل دائم لو قلنا نقص السعر يعني بشكل دائم الديماند هيزيد بشكل أكبر بكتير، فالإلاستيستي هتزيد. آخر فاكتور اللي بيتحدد على أساسه البرايس elasticity of demand، السلعة دي elastic ولا in elastic، حتة سيكولوجية غريبة قوي بس للأسف أو لحسن الحظ يعني مش عارف كلنا بنقع فيها، اللي هو إيه البرايس بوينتس. يعني بتلاقي في حاجة سيكولوجية كده، لو سعر حاجة مثلا 100 جنيه نزلت ل 99، دي هتعمل ريسبونس في الديماند أكبر بكتير من لو حاجة سعرها 99 نزلت ل 98 جنيه. يعني شوف هما في الحالتين هو الفرق جنيه مثلا، يعني من 100 ل 99 هي نفسها من 99 ل 98، بس فكرة ان انت شايف 100 جنيه دي بتتكسر قدامك وتتحول الى 99، دي سيكولوجيا سيستتبعها شراء اكبر بكتير من 99 ل 98 اللي انت هتحس ان مفيش فرق كبير. يعني فكرة رقم 100 ده او 3 ديجيتس كده هو بيتكسر وبيتحول الى 2 ديجيتس، غير خالص لما يبقى 2 ديجيت ل 2 ديجيت حتى لو نفس القيمة. وبالتالي هتلاقي ان ده سيكولوجيا بيحصل لما بتلاقي من 100 ل 99 بتلاقي ان الاقبال على الشراء اكبر، بيتحول الى الموضوع الى elastic demand. لكن لو بتلاقي من 99 ل 98 مثلا على سبيل المثال بيبقى الموضوع مش ذو قيمة قوي، الاقبال على الشراء ما بيبقاش بنفس الاقبال، وبيبقى بيتحول الى less elastic او in elastic demand اصلا. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الإيميل افهم.marketing@gmail.com.